مال الطاكسيات جمعوا كركم شويه. هذا السيد هذا تطاول على السائق المهني بالسب والقدح والإهانة، ونعت أمهاتنا نعتنا بأننا أبناء. راه الفيديو راه كاين. قصة اعتقال إلياس المالكي، هل هو مجرد اعتقال عابر في إطار قضية معينة تحت التحقيق؟ أم أنه الشرارة الأولى لمرحلة جديدة، مرحلة يعاد فيها النظر إلى صناعة المحتوى، وإلى أولئك الذين تحولوا بين ليلة وضحاها إلى رموز للترند، للضجة، وللنقاش الساخن من بينهم القضية مولينكس وآدم بن شقيرون بسبب استغلال الأطفال ونشر المواد الإباحية؟ الحدث الذي فتح باباً واسعاً من الأسئلة وطرح تساؤلات حول مستقبل صناعة المحتوى في المغرب. القصة: كان الناس يتصفحون مواقع التواصل كالعادة يوم الاثنين 24 من نوفمبر، يتنقلون بين الفيديوهات والتعليقات ومواضيع اليوم، وفجأة ظهر خبر اعتقال إلياس المالكي. انتشر الخبر بسرعة غير متوقعة، وبين دهشة المتابعين بدأت الأسئلة تنهال في كل مكان. لماذا؟ ما الذي حدث؟ وهل الأمر مجرد إشاعة؟ وبعد لحظات بدأت تظهر معلومات تشير إلى أن الاعتقال جاء في إطار قضية تحت التحقيق بسبب شكايات تتعلق بالسب والقذف والتشهير ضد أرباب الطاكسيات، ودون الإفصاح عن أي تفاصيل دقيقة. أقدمت الضابطة القضائية بالجديدة على توقيف الستريمر إلياس المالكي واقتياده للتحقيق في خطوة فاجأت متابعيه وفتحت الباب أمام سيل من التأويلات المتباينة، حيث ووفق المعطيات المتداولة فقد باشرت الشرطة القضائية عملية تفتيش شملت منزل المالكي، في إجراء زاد من حجم الأسئلة المطروحة حول طبيعة الملف والجهة التي تقف خلف هذه العملية. أسباب التوقيف ما تزال غير واضحة بشكل رسمي، في حين تداول نشطاء على مواقع التواصل فرضيات مختلفة حول خلفيات الاعتقال، إذ ربط فريق واسع الخطوة بالشكاية التي قدمتها مكاتب نقابية تمثل سائقي سيارات الأجرة، عقب تصريحات اعتبرتها النقابات مسيئة ومحرضة على الكراهية، وهو ما دفعها إلى اللجوء 82 للقضاء من أجل متابعة الستريمر الذي أصبح حضوره الرقمي مثيراً للنقاش أكثر من أي وقت مضى. هذا الغموض فتح الباب واسعاً أمام التأويلات، وبدأت مواقع التواصل تنقسم إلى 3 اتجاهات. الاتجاه الأول قال إن الوقت قد حان لتنظيم المحتوى ومعاقبة كل من يتجاوز الحدود. الاتجاه الثاني شدد على ضرورة انتظار التصريحات الرسمية وعدم الاستعجال في إصدار الأحكام. أما الاتجاه الثالث فكان يتساءل: هل هذا الحدث مرتبط فعلاً بجودة المحتوى؟ أم أنه ملف مستقل لا علاقة له بما يسمى صناعة التفاهة؟ وبين كل هذه الآراء المتضاربة بقي سؤال واحد يتردد بقوة: هل يمثل اعتقال إلياس المالكي بداية حملة ضد المحتوى الهابط؟ أم أنه مجرد متابعة قضائية عادية قد تغلق فور انتهاء التحقيق؟ الأيام القادمة وحدها هي التي ستكشف الحقيقة، أما الآن فنحن ما زلنا في بداية القصة. والآن ما رأيكم أنتم؟ هل تعتقدون أن ما يحدث هو خطوة جديدة لتنظيم المحتوى في المغرب؟ أم أن القضية لا تتجاوز كونها مساراً قانونياً عادياً؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لمتابعة كل جديد. إلى اللقاء.